السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض الكرواسون. انا جايبه لكم الاسرار كلها بتاعة الكرواسون، ازاي هنعمله من اول مرة وينجح معانا. ومش هنستخدم زبدة توريق، هنستخدم بس بيضة واحدة، هيكون هش ومورق وبدون استخدام زبدة التوريق. بجد طريقة ناجحة وسهلة جدا جدا، يمكن من اسهل الوصفات اللي ممكن تلاقيها للكرواسون. مش هتشتريه تاني من بره لو جربتي الطريقة دي. تابعي الفيديو للآخر علشان تستفيدي منه. ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبتدي على الطريقة. يلا نقول بسم الله ونبتدي على المقادير. أول حاجة احنا هنستخدم كيس من الخميرة أو معلقة من الخميرة. أنا هستخدم بيضة واحدة بس في الوصفة كلها. هننزل بالبيضة مع الخميرة، وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا. وانا استخدمت زيت عادي، اي نوع من الزيت. انا استخدمت زيت ذرة 85 جرام من الزيت، او كوباية الا ربع من الزيت. وهنستخدم بس معلقة خل صغيرة. معلقة الخل دي بتساعد ان العجينة تبقى فاتحة وبيضة. وهنضيف السكر، معلقة بس واحدة من السكر، وهننزل بالدقيق. انا استخدمت 600 جرام من الدقيق، وطبعا هننخل الدقيق كويس جدا. هننزل برشة الملح ومعلقة من البيكنج باودر، وهنقلب ده كويس. وبعد كده هنضيف 280 ملي من اللبن، او ممكن نضيفه يعني نخلط ال 280 ملي من اللبن، نخلطه ما بين اللبن وما بين المية، مفيش مشكلة. وممكن نستخدم كله مية، وطبعا تبقى دافية. زي ما احنا عارفين ان اي معجنات بنعملها اللبن او المية بتكون دافية. عادي جدا لو استخدمنا ال 280 ملي كلهم مية، ما فيهاش مشكلة. هنعجن شوية، وبعد ما نعجن هننزل بمكعب كبير من الزبدة، وهنعجن برضو كويس مع بعض لحد ما العجينة بتاعتي ما تبقاش ملزقة، بس انا عايزاها طرية شوية وبس ما تكونش ملزقة. يعني اما تمسكيها ما تبقاش لازقة في ايدك، لا. وهتلاقي الطبق طبعا اللي احنا بنعجن فيه هتلاقيه نضف. لما يكون كده يبقى كده تمام، انا العجينة بتاعتي اتعجنت. هي العجينة بتاعتي هتحتاج عجن شوية، معلش يعني هنعجن فيها شوية بس عشان تدينا نتيجة كويسة للكرواسون. وبعد ما عجناها وبقت تمام كده كويسة، هسيبها طبعا لا يقل عن ساعة تتخمر. ممكن نفتح الفرن 5 دقايق بس ونقفله ونحطها فيه، هتتخمر بسرعة. بصوا العجينة طالعة تحفة، جميلة جدا وفاتحة وطرية ومش بتلزق في الايد، حلوة قوي قوي. ما شاء الله. طبعا احنا هنرش رشة من الدقيق، وهنشتغل بقى على الرخامة بتاعتنا علشان احنا عايزين نحاول نفردها. احنا ممكن نفردها بشكل مستطيل او شكل دائري، يعني الشكل اللي هيكون اريح لك ان انت تظبطيه ممكن تعمليه عادي. احنا الخطوة دي بس احنا بنحاول نفرد العجينة كويس. طبعا هنخليها بسمك 2 ملي او 3 ملي. وبعد كده هنجيب مكعب من الزبدة. طبعا احنا هنستخدم كذا مكعب من الزبدة لحد ما نلاقي ان العجينة كلها بقت مرشوش عليها الزبدة كويس. ممكن تقطعي الزبدة قطع صغيرة زي ما انا عاملة كده، او ممكن تبشري قطعة الزبدة بالمبشرة. المهم ان طبعا الزبدة هتكون ساقعة، يعني احنا مش عايزين الزبدة تكون بحرارة الغرفة لانك مش هتعرفي تبشريها. بعد ما بشرناها وبقت متساوية كده في العجينة كلها، هندي رشة من النشا بس ما نزودش النشا قوي. النشا هيساعدنا ان الكرواسون يكون مورق وهيبقى حلو من جوه قوي من غير ما نستخدم زبدة التوريق. وبعد كده هنتني العجينة بتاعتنا بالشكل ده. برضو الخطوة دي اللي هتخلي الكرواسون بتاعي من جوه يكون مورق. فهنتنيه على بعضه كده لحد ما العجينة كلها هنكون تنيناها بالشكل اللي هو الاسطواني ده. وهنحاول ان احنا نظبطها بايدينا كده. احنا هنحاول بس نخلي الشكل يكون اسطواني، وهندي رشة من الدقيق.
وهنحاول ان احنا نظبط العجينة بتاعتنا بايدينا كده، مش هنفردها تاني، احنا هنخليها بالشكل ده. بعد كده هنقسم العجينة عندنا نصين. هتقسميها بأي حاجة بس تحاول ان هي تقطع لك العجينة بشكل كده مظبوط عشان ما تتعجنش او تبوظها لك. وهناخد العجينة بتاعتنا بعد ما قسمناها نصين كده هنحطها في التلاجة لا يقل عن ساعة. احنا عايزينها تمسك والزبدة اللي جوه برضو تمسك، والعجينة بتاعتي تكون ماسكة شوية. بعد ما هنحطها في التلاجة زي ما قلنا في حدود مثلا ساعة، هنخرجها من التلاجة وهندي رشة بسيطة من الدقيق، وهنجيب بقى قطعة قطعة وهنحاول ان احنا نفردها بالشكل المستطيل، لان ده طبعا هيكون اسهل لنا ان احنا نعمله. وهنفرد العجينة كده كويس. وهتجيبي بقى لو عندك مثلا مسطرة او معلقة زي ما انا استخدمت حاجة طويلة، بحيث ان احنا نعرف نقطع شكل مثلث ويتقطع معانا بسهولة ونعرف نطلع الشكل ده كده مظبوط. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو بتاعك على الفيديو والاشتراك في القناة. بس احنا هنقطع شكل مثلث زي ما انت شايفة كده. وحاولي طبعا الحاجة اللي نقطع بيها هتكون حادة او زي اللي انا بستخدمها دي، او حتى لو مش عندك وهتستخدمي سكينة، اهم حاجة تكون السكينة حامية كويس عشان تقطع معاكي العجينة كويسة، ما تبقاش القطعة مش مظبوطة. وهنعمل الكرواسون هنفرده كده. طبعا احنا ممكن نحشي الكرواسون على فكرة، يعني لو عايزة تحشي جبنة او عايزة تحشي شوكولاتة عادي، لكن انا عملته المرة دي من غير حشوة. بيتعمل بطريقة سهلة جدا وهيطلع معاكي شكله حلو ومظبوط. وحجم الكرواسونة انت اللي بتتحكمي فيه، يعني لو عايزة الكرواسون بتاعك يكون اكبر من الحجم ده مفيش مشكلة، اصغر اللي هو الميني كرواسون برضو انت اللي هتتحكمي في تقطيعة المثلث، هتقطعيه مثلا صغير شوية فهيديكي شكل الكرواسون اصغر. هنرصه طبعا في الصينية وهنبطن الصينية بتاعتنا عشان ما يبقاش لازق فيها. وهنجيب بضاية ومعلقة من اللبن وهنمسح على وش الكرواسون بالشكل ده. ده عشان خاطر يحمرهولي كويس ويديه اللون اللي هو الأحمر الحلو ده. هنعمل الكرواسون بتاعنا كله بالشكل ده. طبعا أهم حاجة الفرن بتاعي أنا هسخنه قبل ما أدخل الصينية بتاعتي لا يقل عن 10 دقايق. والكرواسون مش هياخد تقريبا نص ساعة في الفرن بتاعك أو حسب شدة حرارة الفرن بتاعك، وهيطلع بالشكل ده والحلاوة دي. بصوا ما شاء الله، مورق من غير زبدة توريق وجميل قوي، مستخدمناش إلا بيضة واحدة في الوصفة كلها، وطالع باللون الحلو ده وطري جدا وهش. مع كوباية شاي بقى هيبقى جميل قوي على الفطار أو على العشاء. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربوا الطريقة دي. أسهل طريقة ممكن تلاقيها للكرواسون. كرواسون بجد خطير يا جماعة، حلو قوي قوي. لو عجبكم الفيديو ياريت تشيروه لأصحابكم، وأنا هنزل لكم المكونات والمقادير بتاعتنا في صندوق الوصف. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير، مع ألف سلامة.